ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وباحسن حال. وحشني كتير من الفيديو اللي فات. موعدنا النهارده كده مع فيديو جديد، وهيكون روتين ان شاء الله، واخر روتين يعتبر في شهر 9. خلاص داخلين على ابواب على اول شهر 10 ان شاء الله. يا رب يكون بقى شهر حلو كده علينا ومليان خير وبركه، والاسعار تنزل شويه والدنيا تمشي تبقى زي الفل. طبعا انا اشتريت كده حبه حاجات، قلت عشان كانت ناقصاني بصراحه وكنت محتاجاها قبل بدايه الشهر. فجبت ب20 جنيه فاصوليا بيضة. جبت كمان ب10 جنيه من البقسماط، بس البقسماط ده طعمه حلو قوي وطلع كمان كده زي ما يكون متبل. انا بصراحه قلت كده اجيب، يعني التكلفه بتاعت المشتريات البسيطه اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي دي كلفتني 180 جنيه، يعني ناقص حوالي يومين على الشهر ويبدا. فانا كنت محتاجه حاجات، فكنت مضطريه ان انا اجيبهم، ولو اني زنقت معايا خالص على الميزانيه ديت. يعني انا صرفت كميه فلوس رهيبه الشهر ده. بصوا كمان جبت ب10 جنيه لوبيا ام عين سودا، لاني كان عندي حبه صغيرين. فانا قلت كده ايه اكمل عليهم عشان اعملهم على اكله. انا لما باجي اعمل لوبيا بعمل معاها الفاصوليا، لان في ناس بتاكل اللوبيا وفي ناس بتاكل الفاصوليا، فبعمل الاتنين مع بعض. جبت كمان نص كيلو من المكرونه اللي هي الخواتم دي ب10 جنيه. دي كانت المكرونه الوحيده اللي شبه خلصانه من عندي، وانا بصراحه بحبها قوي ومنجزه جدا جدا في ايام الدروس واي وقت الزنقات بصراحه. اكتر نوع مكرونه انا بعمله هو المكرونه دي. جبت كمان ب5 جنيه من الفلفل الاسود، لاني برضو كان شبه شطب من عندي، وانا ما كانش ينفع اقعد لحد اول الشهر من غير ما يكون عندي فلفل اسود، لانه طبعا انتوا عارفين بيخش في كل الاكلات. فجبت ب5 جنيه بس، قلت ايه يعني على قد ايه الكام يوم الناقصين دول. طبعا بما ان الطماطم غالية واسعارها وصلت ل35 و40 جنيه، فانا بالنسبة لي بقيت الفترة دي بعتمد الصلصة الجاهزة في الاكل. برضو بتمشي الدنيا وبتأدي الغرض، ولحد بقى اما الطماطم يعني الطماطم ترخص وسعرها يكون كويس فافرز منها تاني. الله اعلم بقى فعلا هتنزل ولا مش تنزل، ربنا يسترها يا رب. وفعلا الواحد مبقاش ولا عارف يفرز ولا عارف يشتري حاجه. فانا جبت العلبه دي فيها 24 كيس، وكانت عامله 45 جنيه. بتختلف من علاف للتاني، لان في ناس بتبيعها ب50 وفي ناس بتبيعها، انا بصراحه سالت كذا حد ولقيت ده عنده ارخص حاجه ب45 جنيه. فانا جبتها وبستخدمها كده، وطبعا بحط كمان رشه من البابريكا لو انا عامله مثلا طبيخ او حاجه، وبتكون كويسة والدنيا بتقضي وزي الفل. طبعا انا بجيب بقى الطماطم اللي هي الصحيحة ديت، بخليها عندي في التلاجة للجبنة للسلطة، لأي حاجة بقى ايه محتاجة فيها طماطم فريش. بصراحة يعني قلت ايه امشي نفسي بيها بقى لحد ما الطماطم ترخص. كمان البيض واسعار البيض، البيضة ب6 جنيه، انا جبت 10 بيضات ب60 جنيه. اكتر حاجة بستهلكها الفترة ديت هي البيض بسبب المدارس وسندوتشات الصبح. لو هعمل كيكة هعمل اي حاجة محتاجة بيض، فبصراحة بستهلك بيض كتير. الحاجة اللي بعد كده اللي جبتها، جبت كيس لبن بخير ودوت، لاني برضو اللبن عندي كان خلصان، فقلت كده نص كيلو ده يمشيني التلات ايام اللي ناقصين. مش بعمله في عصاير ولا اي حاجة غير لو حاجة ضرورية قوي فبستخدم فيها اللبن. جبت الكيس ده كان ب20 جنيه. عايزة اقول لكم هنا كنت بحسب لكم الحاجة كلفتني بالظبط 180 جنيه. ربنا يا رب يرحمنا من الاسعار ومن الغلو اللي احنا فيه. يعني بصوا حبة حاجات لا تذكر ب180 جنيه. خلاص هنبدأ بقى نفضي الحاجة كده مع بعض، وما تنسيش بقى تحطي لايك ودعوة حلوة كده منك ليا، واتمنى ان انتوا تشتركوا في القناة لو انت اول مرة بتشوفي الفيديو على القناة، واعملي كده جولة في القناة هتعجبك جدا جدا ان شاء الله. يعني قولوا لي برضو تحت انتوا بتمشوا دنيتكم ازاي، بتقسموا مصروفكم ازاي. ممكن نستفيد من بعض. طبعا انا بستفاد منكم زي ما انتم بتستفادوا مني والله، وبحب ان انا اسمع ارائكم ونصايحكم. وبداية شهر 10 هي داخلة علينا، فعايزين نعرف هنمشي دنيتنا ازاي وهنظبط امور بيتنا ازاي. يلا ربنا المستعان. خلاص هنا بقى كنت جبت كده المنظم بتاع المكرونة، حطيت فيه المكرونة. العلبة دي انا بحط فيها اكياس الصلصة. و يعني دي اللي انا ببقى حطاها في ضرفة الخزين. بحط فيها كده، ما بحبش اسيب حاجة في علبتها اللي هي الكرتون دي، لاني ما بتبقاش نظيفة، وكمان كده بيبقى شكلها اشيك واقيم لما بتكوني منظمة حاجتك في منظمات. صدقيني بتفرق معاكي كتير جدا جدا في شكل المطبخ، في بتحسي براحة نفسية ان انتي منظمة الظرف من جوه،
عكس ما تفتحي كده الظرف وتلاقي كله على بعضه والدنيا مكركبه. صدقيني استغلي اي علب عندك قديمه ونظمي بيها الدنيا. هنا بقى بحط كده في العلبه الكبيره كل الاكياس، والعلبه الصغنطوطه دي اللي في الدرج بحط فيها الاكياس، لما بتخلص باخد من العلبه الكبيره. زي ما انتوا شايفين الحاجة لما بتكون منظمة بتدي راحة حلوة جدا لأي واحدة واقفة في المطبخ. بتحس ان انت بتعرفي توصلي للحاجة بكل سهولة، وبتحسي كده براحة. هنا بقى كنت بفضي الحاجة اللي عايزة تتفضى، وطبعا ده البرطمان دوت انا ببقى حطاه في التلاجة، بحط فيه خلطة البانيه. هو هتحس ان هو متبهدل بس هو من جوه مش من بره. طالما هو مطرحه بانيه او خلطة بانيه خلاص انا مش هغسله يعني عادي، هي نفس الخلطة يعني. حطيت بقى البقسماط كده فيه وبحطه ده في التلاجة علشان ما يسوسش معايا ولا اي حاجة. وطبعا البيض بقى هشيله مكانه، واللبن برضه هحطه كده في التلاجة. وهنا بقى قلت كده افضي الفلفل الاسود برضه مكانه. العلبة كانت شبه خلصانة من عندي. بصوا انا يعني بجيب كده 5 ب5، يعني 5 جنيه، ووقت ما بيخلص بجيب تاني بصراحة. يعني العلبة دي اصلا لو حبيت ان انا املاها مثلا ب50-60 جنيه، لان هي العلبة ما شاء الله بتاخد كمية كبيرة من الحاجة. خلاص فانا هحط اللبن بقى ده في التلاجة وكمان البيض. وهنعمل غدانا النهارده بقى، هنعمل الفاصوليا واللوبيا. زي ما قلت لكم انا باجي بعملها الاتنين مع بعض عشان خاطر في ناس بتاكل لوبيا وفي ناس بتاكل فاصوليا. يعني انا من هوايات الفاصوليا البيضة اكتر من اللوبيا. فلما باجي بعمل الاتنين. طبعا انا برضو كان في اعتمادي ان انا هعمل الاكل ده يكفيني يومين، على اساس كمية اللوبيا وكمية الفاصوليا لما بتتسلق بترمي اكتر فالكمية بتتضاعف. فانا قلت كده في دماغي يعني ان انا عايزة اخلي الاكل ده يكفيني يومين، بحيث ان انا تاني يوم بقى هكون رايحة الشغل وعندي هرجع بقى من الشغل مهلوكة زي ما بيقولوا كده. ويكون عندي يعني اكل جاهز، مش لسه هعمل اكل. بحط عليهم كده مية بنقعهم شوية، وبعد كده بقى بغسلهم غسله كويسه جدا جدا. وبعد كده بجيب بقى الحله بتاعتي وببدا ان انا احط فيها اللوبيا واحط فيها الفاصوليا واحط عليها ميه واسيبها بقى على النار كده مع نفسها لحد لما تتسلق. عايزه اقول لكم الحله الصاج ديت تحفه في سلق الحاجه، فعلا ما بتخليش الحاجه تاخد وقت. انا كنت زمان لحد وقت قريب كنت اقول هي دي بتتعمل بيها ايه، ولما بعمل فيها طبيخ بتتحرق يعني بتتلسع كده الحله. فبصراحه حلوه جدا جدا في سلق اللحمه، في الفراخ، في سلق البقوليات، الحاجات دي بتبقى حلوه قوي. عملت لي بقى كده فنجان قهوه، وقلت بقى اسيب الحاجه كده على النار، وقلت كده اروح اشرب الفنجان دوت، وهنرجع نشوف هنعمل ايه تاني في يومنا. يعني حاولت كده ان انا اديكم مقتطفات من يومي. بصوا بقى كمان وانا القهوه بتتعمل قلت كده اعمل لي الرز. حمرت الشعريه في معلقه سمنه على زيت، وبعد كده نزلت عليها بالرز بعد ما غسلته وقفلت النار. يعني انا مش هسويه دلوقتي لان كان لسه بدري شويه. فانا قلت هقفل عليه النار بقى، مجرد ما اجي اسويه هحط عليه الميه والمرقه وخلاص على كده. هنا كانت اللوبيا كانت خلاص اهي دخلت في السلق، وكمان الفاصوليا هسيبهم بقى كده مع نفسهم، وهروح اشرب الفنجان القهوه ونرجع نشوف تاني ايه عملنا. طبعا انا بقى في الوقت ده طلعت كيس شوربه من الفريزر حطيته في الحله دي. اول ما فك رحت بقى عامله بيه اللوبيا وعامله بيه الفاصوليا، وقلت كده هعمل حبه لسان عصفور في الحله مطرح الشوربه. وكمان حطيت بقى ميه على الرز لان طبعا الشوربه ما كفتش. وحطيت مرقه، واهو بصوا ده شكل اهو اللوبيا. يعني دي انا عاملاها بالصلصه الجاهزه، مش حاطه فيها طماطم خالص. اي نعم هي طلعت لونها خفيف شويه، بس يعني برضو حلو مش وحشه. هنقول ايه طيب، الحاجه غاليه ولازم نأقلم نفسنا على الغلا اللي احنا فيه لحد بس ما الدنيا تتظبط والسعر الطماطم ينزل شويه، وساعتها هجيب كميه وافرزها تاني والدنيا هتتقضى والله. يلا ربنا المستعان. بس وعملت حبه لسان عصفور اهوت. وفي التوقيت ده بقى طلعت كده صينيه وحطيت عليها بقسماط، وبدات ان انا احمر البانيه. البانيه ده كان عندي انا كنت متبلاه وشايلاه في الفريزر جاهز من تحضيرات اخر 10 ايام لو كنت شفت الفيديو. طلعته بقى وفك يعني، ورحت بقى جايبه الطاسه بتاعتي وحمرت حطيت فيه زيت وبحمر بقى البانيه. انا الاول بتبله كله بالبقسماط، وبعد كده ببدا ان انا احمر واحده واحده.
بالمنظر ده كده. وده يعتبر كان غدانا النهارده. انا اسفه اني معرفتش اصور الغدا، بس هو ده غدانا: لوبيا ام عين سودا وفاصوليا ورز ولسان عصفور وبانيه.